لمس الانطلاقه مره ثانيه على طول من تياجو، لمس الامان خطير علي معلول، تقطيع في الامان طلع برا، طوبه على طول تماس لصالح فريق فلامينجو، المطالبه بركله الجزاء، ولكن حكمنا مصطفى غربال حكم مباراه اليوم اللي ادار طوال مشواره مع النادي الاهلي ادار 4 لقاءات، وفي الاربع لقاءات دائما الفوز. اخواننا سوتو وعلى طول مصطفى غربال هيشوف المخالفه، وعلى طول تقنيه الفار بدأ. هذا هو علي معلول، وعلى طول الدفاع واللمسه والسقوط من الباك اليمين اللاعب الاوروغواني الدوري فاريلا لاعب المجموعات. هذه العاده مره ثانيه الباصه، وعلى طول السقوط من فاريلا والالتحام. مصطفى غربال حكم مباراه اليوم، وبعد المشاهده هيديها ايب حكم المباراه مصطفى غربال بيشير وهيديها مشاهدينا ركله جزاء. ركله جزاء الان لصالح نادي فلامينجو جدا من عمر الشوط الاول. جابريل والشناوي هذا بقدم النجم جابريل في الدقيقه العشرة من بدايه الشوط الاول. 1 نادي فلامينجو لا شيء. فريق فلامينجو بدري يسجل هدف اول، هدف التقدم في الدقيقه العشرة من زمن الشوط الاول. لابسين القميص البديل الابيض. هذا على طول جابريل حطها حلوه على الشمال. والشني مباراه اليوم الركنيه علي معلول، علي يا علي والراس والهدف، جول التعادل احمد عبد القادر، وضربه الراس في شباك مرمى فلامينجو من عرضيه ساحره بالمسطره بالملي بقدم علي يا عترة فلالي بقدم برشا يا مدلل. علي معلول يلعب العرضيه الدوب ثم الراسيه الجميله. ادي العاده مره ثانيه، بص العرضيه حلوه ازاي، وضربه الراس ممتازه من احمد عبد القادر عشان النادي الاهلي يعود للمباراه ويسجل الان هدف التعادل في مرمى فريق فلامينجو البرازيلي في اوقات متميزه جدا من عمر هذه المباراه. احمد عبد القادر يسجل اليوم هدف التعادل في مرمى البطل البرازيلي، ويسجل كمان الهدف الثاني ليه في مشواره مع عبد القادر لما كرة حلو وتصويب والهدف، جول الهدف الثاني غير عادي. المهارة والفنيات الكبيرة العالية بقدم النجم احمد عبد القادر، يعمل مهارة ويلم اللمة الحلوة ويحطها جميلة بثقة كبيرة على شمال الحارس سانتوس. الاهلي يا سادة يتقدم الان بهدف تاني جميل، هدف تاني مزيكا بقدم احمد عبد القادر. بص شوف عبد القادر عمل ايه لما كورته حلو من واحد والتاني وحطها جميله. الله روحي انت عارفه الطريق بشكل ممتاز، وعلى طول عبد القادر يسجل الهدف الثاني العالمي النهارده في مرمى فلامينجو. النادي الاهلي مشاهدينا باصرار الكبار وباصرار النادي الاهلي وعزيمته الكبيره قدر يحول تاخره من 0-1 الى تقدم غالي 2-1. يا رب يا عالي كمل هذه المباراه على الف خير بمشيئه الله. 5 مرات تصل لجبر عرضيه خطيره واللمس بتاع الخطوره الشناوي والجول جول هدف التعادل الثانيه. هذا على طول ارتقاء براسيه ثم لمسه جميله سحريه بقدم بيدرو في الشباك. محمد الشناوي عشان فريق فلامينجو يعود للمباراه ويسجل هدف لفلامينجو. على طول الشناوي وحطها جميل عشان فريق فلامينجو يتقدم الان. فلامينجو 3 اهداف لفلامينجو، منهم طبعا هدفين من ركلتي الجزاء، والهدفين سجلهم هذا اللاعب جابريل. نزول كمان اليو ديانج خطيره جدا وتصويب الهدف. الخطا الكبير القاتل الرهيب موجود بقدم اليو ديانج، والمتابعه بقدم الهدف الكبير اللاعب بيدرو
يسجل الهدف الرابع لفريق فلامينجو، والهدف الرابع الآن لبيدرو في العرس العالمي الكبير. هدفين في مقابل في مرمى الهلال السعودي، والنهارده بهدف اليوم سجل هدفين اليوم في مرمى النادي الاهلي المصري. هذا على طول بيدرو استغل الغلطه والخطا الكبير ويحطها قويه على يمين محمد الشناوي عشان فلامينجو الان يسجل الرباعيه. ايه رايك يا اسطى في البنت دي؟ انا بنت دي ايه يا عم؟ بنت مين ده؟ انا بكلمها لسه قافل معاه من دقيقتين. راجل يا عم في ايه؟ روح مسكر مش عشان بنتكلم في موضوع مسكر. طب ايه رايك نتكلم في موضوع؟ يا عم خليك اسمعنا مثلا. يلا مسكر امشي يا مسكر يا عم.